ثعلب اهو، اهو ثعلب اهو في شوارع لندن وكتاب الله اهي، شوارع لندن اهي الاندر جراوند اهو، ثعلب هناك اهو بيجري اهو، محدش سمه ولا جاب له استريكنين، محدش سمه ولا جاب له استريكنين يا باشا انت وهو. يا اللي فاكرين نفسكم فاهمين كل حاجه في الدنيا. اهو اهو بيعدي من الزبرة كروس كمان، شايفينه؟ يا متدينين بطبعكم. هادي لندن. زي ما انتوا شايفين كده، زي ما انتوا شفتوا كده في اول الفيديو، ده مصري عايش في بريطانيا او كان رايح سياحه مثلا، هو ما قالش طبعا مواصفاته ايه في البلد، مقيم ولا سائح ولا ايه، المهم ان هو شايف، بس هو طبعا يعني واضح ان هو مقيم يعني، فعارف الانظمه هناك وعارف النظام هناك. فزي ما انتوا شفتوا كده بالصوت والصوره، ثعلب ماشي زي ما انتوا شفتوا في الفيديو كده، يقول لك لا حد سم ولا حد. طبعا ده لو في مصر انا مش عايز اقول لك ان كان اتعمل فيه ايه، بس يعني لو في مصر انا مش عايز اقول لك بصراحه كان اتعمل فيه ايه، انا مش عايز اقول لك كان اتعمل فيه ايه لو ده ثعلب ماشي في مصر بالشكل ده. يعني الناس قسما بالله، اصل انا مصري وفاهم الدماغ. تعال اقول لك بقى، تعال اقول لك الثعلب ده لو كان عدى كده من قدام الناس المصريين كانوا هيفكروا ازاي. تعال اقول لك العيال الصغيره تمام حدفوا بالطوب من هنا ومن هنا يجروا وراه تمام، الشباب الكبار يقول لك ده ناخده نسلخ جلده ونعمل بيه جزمتين ولا كوتشين ولا حزامين. قسما بالله البنات وهي ماشيه تقول لك ايوه ده انا هاخده اعمل بيه جاكيت، ولا هاخده اعمل بيه البتاع اللي بيحطوها على البتاع في الافراح دي، اللي هي زي الشال دي. والله العظيم اقسم بالله العظيم هي دي الدماغ والله. والله الثعلب ده لو ماشي في مصر يا جماعه ده اللي كان هيتم فعلا، ده اللي كان هيتطبق فعلا. هي دي الادمغه اللي كانت هتفكر كده. العيال الصغيره تروح ضرباه بالطوب، يضربوا بالطوب وبالسلاسل وما اعرفش ايه، واللي معاه حاجه يضرب ويلوش بيها. الشباب يقول لك نصطاده بقى نعمل منه ما اعرفش ايه، الناس الكبيره في السن تقول لك ايوه ده احنا هنقطع راسه ونفضي دماغه من جوه، راسه من جوه نفضي دماغه من جوه تمام، ونحنطها نعملها زي تحنيط، ونحطها بقى راس بقى ثعلب حقيقيه، نحطها على واجهه الباب كده او واجهه الفيلا بتاعتي كده او واجهه البتاع تمام. البنات هتقول لك ايوه ده احنا ايه بقى نسلخ جلده عشان نعمل منه الفورير اللي هو بيتحط على الفستان بتاع السواريه ده تمام. والشباب يقول لك ايوه ده ناخده نعمل منه جزمتين ولا شبشبين حمام، ولا نحطه بتاع ده مشايه في الارضيه او مشايه على الحمام او مشايه قدام الشقه. اقسم بعز جلاله الله يا جماعه، واللي يعز ويذل. احنا في ساعه الصبح اهو وانا بتكلم قدام ربنا سبحانه وتعالى، ان ما كان حد هيفكر ان ده الثعلب مسكين جاي من صحراء او جاي من حاجه وعنده حاله ذعر وعنده زي فوبيا ان هو هربان عايز يخلص، لان الحاجات دي ما بتعيش وسط الناس، الثعالب والحاجات دي ما بتعيش وسط الناس. قسما بالله ما كان في جهاز من اجهزه الدوله هيفكر انه ياخده عشان يحطه مثلا في جنينه او في حديقه او في الكلام ده، ولا كان حد هيفكر ان هو مثلا يصطاده عشان يعمل حاله رفق بيه، او مثلا ياخدوه يودوه في الاماكن اللي هو عايش فيها او اللي بيعيش فيها او اللي متعود يعيش فيها. ما كانش حد هيفكر يا جماعه التفكير ده، ما كانش حد هيفكر، كله كان هيفكر ازاي يخلص منه، كله كان هيفكر ازاي يخلص من الثعلب ده. هتقول لي انت عامل الفيلم ده كله والفيديو ده كله عشان الثعلب، ما انا مش عامل الفيديو ده كله عشان الثعلب، انا عامل لك الفيديو ده عشان التوعيه. عايز اقول لك راعي ربنا، دي مخلوقات. فكروا بطريقه ايجابيه شويه يا جماعه، فكروا بطريقه ايجابيه شويه. انت دلوقتي راجل جت قطه، انا شفت مناظر في حياتي والله عمري ما انساها، وكلها في مصر، كلها في مصر. بس انا ما كنتش بسكت، انا عملت 100 مصيبه في مصر بسبب الكلاب والقطط، 100 مصيبه، لدرجه ان انا في مره اتعمل لي محضر، انا اتعمل لي محضر في مره تعديت على شخص عشان يعني مش عايز اقول لكم عمل ايه، مش عايز اقول لكم عمل ايه في قطه واحد. يعني يا راجل حتى لو عيل صغير كنت مسكته فهمته، انا ما كنتش اكيد هضرب العيل الصغير، انا كنت مسكته فهمته بالهدوء كده وبالراحه، حبيبي عيب غلط ما ينفعش، دي بابا دي مخلوقات صغيره ربنا خلقها عشان نلعب معاها ناكلها نشربها، وكنت هجيب له كده اكل اقول له بص اكلها كده، كلت اهي طبطب عليه، انا راجل بتكلم على حاجه فاهمها
انا راجل بتكلم على قضيه تخصني، قضيه الحيوانات. انا راجل بحب الحيوانات، بعشق التراب اللي بيمشي عليه القطه. التراب اللي بتمشي عليه القطه مستعد امسكه اكله. التراب اللي بيمشي عليه الكلب مستعد امسكه اكله. ما بتحملش حاجه لا على القطط ولا على الكلاب. بموت في حاجه اسمها حيوانات، بعشق حاجه اسمها حيوانات، ومن حبي في الحيوانات مش مربي حيوانات. تخيل بقى، هو انت فاكر اللي بيحب الحيوانات بيربيها؟ بالعكس، ده اكتر ناس بتكره الحيوانات الناس اللي بتربي حيوانات. لان انت لو راجل فعلا بتحب الحيوانات وبتخاف على الحيوانات فعلا، ما تربيش حيوان. اسمع بقى من اخوك، ما تربيش حيوان. شوف انا بقول لك ايه، لو انت راجل بتحب الحيوانات صح ما تربيش حيوانات. انما اكتر ناس بتكره الحيوانات الناس اللي بتربي حيوانات. تخيل بقى ادعاء الحب اللي احنا بنشوفه على السوشيال ميديا، والناس اللي مربيه قططها تطلع تبوسها على الشاشه ويطلع مش عارف يعملها. والله الناس دي بتكره حيواناتها، وانهم بس بيعملوا محتوى عشان يجيب مشاهدات. اسمع مني بقى، هو انا صعب عليا ان انا اجيب قطه بكره من الشارع؟ انا كوليد لو هروح اتبنى قطه اجيبها عندي في الشارع هجيبها من الشارع، مش راح اشتريها من محل. هجيب قطه من الشارع. انت زي ما بيقولوا ايه، بتكفي اليتيم عندك. انت بتكفي اليتيم عندك. انت بتجيب قطه نظيفه من الشارع، قطه يا عيني غلبانه مسكينه، تدخلها بيتك، تاكلها، تشربها، تتعود عليك، تتعود عليها. قدام ربنا كبيره، مش يعني مهما اوصف لك فيها مش ولا من هنا للصبح. انما انت لو راجل بتحب الحيوانات بجد ما تربيش حيوانات نهائي. لان التقصير معاهم، انا بالنسبه لي عشان اقصر مع حيوان او عشان يحصل له حاجه بسببي، عمري ما هسامح نفسي الى الابد لحد ما اموت. فانا راجل، عشان بس ننهي الحوار ده، انا راجل بحب الحيوانات، بعشق الحيوانات، بعشق القطط، بعشق الكلاب، ومش كمان الكلاب والقطط بس، انا اي حيوان. يعني فلما تيجي تخش معايا في مناقشه في موضوع الحيوانات، كلمني عشان افهمك، كلمني صح عشان افهمك. ولما تيجوا يا جماعه تتكلموا، او لما تيجوا تتكلموا او تتناقشوا مع حد، تناقشوا بعقل. واحد بيحب حاجه بيتكلم عليها، متاثر بيها. ما تجيش تقول لي انت بتحب امك ليه او بتحب ابوك ليه. مش محتاجه رد دي اساسا. بتحب عيالك ليه، بتحب مراتك ليه، مش محتاجه رد. ربنا يهديكم، صباح الفل عليكم. حبيت بس اوصل لكم رساله، عارف ان الكلام ودخلت في مواضيع مختلفه، ولكن حبيت بس اوصل لكم رساله واوريكم بعينيكم كيفيه التعامل مع الحيوانات بره مصر او بره دولنا العربيه بشكل عام، وجوه دولنا العربيه. ودولنا العربيه واخصهم مصر. السلام عليكم.